السلام عليكم. انا جاي النهارده اصحح المعلومه اللي بتقول ان المكرونه البشاميل لازم تتعمل باللحمه المفرومه. ابدا والله، ممكن تبقى حشوات تانية كتير. في رايي الشخص المتواضع بتبقى احلى من اللحمه المفرومه وفي التمن ارخص. انا عملت مكرونه بشاميل بالكبد والقوانص، وزي ما انتم شايفين جوسي. وعايز اقول لك اني لما تاخدي قطعه مكرونه مع حته كده من القنصه او من الكبده، طعمها في البق بيبقى جميل جدا وبيقطم وحلوه. انا عايزك تشوف الفيديو عشان هعرفك ازاي تعملي كبد وقوانص كوصفه لوحدها، ما تبقاش زفره وطعمها جميل تتاكل لوحدها. وهنعمل مع بعض البشاميل والفيديو هيعجبك جدا. طب في البدايه ديت القوانص والقلوب عشان هي بتبقى قاسيه، انا هبتدي بيها. نزلت معلقه من السمنه او الزيت بالكبد والقوانص، ما حطيتش اي ميه، وكل اللي حطيته فلفل اسود وكاري وحبهان مطحون. وهبتدي اقلب، ما حطيتش ميه نهائي، هي نزلت ميتها زي ما انت شايفه كده. خلاص. وبعدين عندي بصلايه مبشوره ناعمه. البصلايه اتحطت بعد ما شوحت القوانص والقلوب. انا هنا الهدف من كده ايه؟ عايز القوانص والكبده تتشوح وتتحمر وتشرب من البصل. عشان كده نزلت فيه في البداية كده بعد البصل على طول بمعلقة من الملح، عشان الملح يخلي البصل ينزل ميته. وغطيت عليها. بعد تلت ساعة كانت استوت. نزلت بقى بفلافل رومي متقطعة ناعم، هتدي طعم حلو، وهتنزل برضو الفليفر بتاعها، تخلي القوانص والقلوب تستوي. هبتدي هعمل هنا الكبدة لوحدها، معلقة من السمنة كبيرة أو الزيت، وهتنزلي بالكبدة بتاعتك، وهتحط الملح والفلفل الأسود ورشة من الحبهان. تديكي طعم حلو. ايه بقى؟ معلقة التوم المفروم، عليها كزبرة ناعمة وكمون. وشواحة يا ستي الكبدة بتاعت الفراخ، قلبي كده تقليبة والتانية، خدت اللون بتاعها الجميل، هتقومي نازلة بيهم كلهم على الايه، على القلوب والقوانص اللي انت كنت عاملاها في اول الفيديو. مش ملاحظة حاجة؟ انا ما زودتش مية نهائي. ده هيفرق معاكي طبعا. كل الاكل سوى منه فيه واستوى بالخضار اللي فيه. شوحنا الحشوة بتاعتنا. يلا بقى نعمل البشاميل. عندنا نوعين من البشاميل، البارد واللي بنعمله بتحميرة السمنة. نزلنا بمعلقتين كبار من السمنة، هنحط عليهم حوالي 4 معالق من الدقيق، وهنشوح او هنحمر بمعنى اصح الدقيق بتاعنا. لما يتحمر، طب هعرف منه يتحمر؟ هتشم ريحة بتاعته. ما تسيبهوش يتلسع منك عشان ما يمررش. وهتنزلي يا ستي بكيلو من اللبن، او نص كيلو لبن ونص كيلو من الشوربة لو انت ايه عندك شوربة، ايا كان اللي موجود عندك. وهتهدي النار. ولما يتقل منك التتبيلة بتاعته ايه؟ ملح وفلفل اسود. وانا هنا لما عرفت الحكم الشرعي بتاع جوز الطيب ما بقتش احطها، دعمتها بقى بمرقه من الماجي. خدت بال حضرتك كده؟ وزودت كوبايه ميه، او لو نص لتر ميه بما يعادل اللي هو نص لتر ايه الشوربه. وخلصت عندي البشاميل. ودي المكرونه المسلوقه عادي جدا، مفيش فيها اي حاجه. هاخد حوالي كده بتاع 3 4 كبشات بالمكرونه، هقلبها على بعضها عشان البشاميل يخش كله في بعضه مع المكرونه. وهبتدي اجيب الصينيه وهقسم المكرونه بالاول، بس خلي بالك الصينيه دي مدهونه سمنه. ونزلنا نص المكرونه وهحط الحشوه بتاعتي الجميله. واللي مركز معايا هياخد باله ان الحشوه ايه قلت، لان انا بصراحه كنت وانا واقف في المطبخ عمال القط منها واكل منها، طعمها جميل جدا كوصفه مكرونه كبده وقوانص لوحدها، طعمها حلو قوي. المهم ان انا نزلت بالحشوه، ونزلت بعد كده بالجزء التاني من المكرونه، وقمنا حاطين البشاميل بتاعنا. خلاص. وتدخليها الفرن وشوايه مع بعض تلت ساعه. ما عنديش شوايه شيف، الفرن بتاعي ما فيش فيه شوايه، ما بيشتغلوش مع بعض، يبقى هتشغلي الفرن لوحده 10 دقايق تلت ساعة وتطفيه، وبعدين تشغلي الشواية. لو عندك فرن وشواية وفي مروحة هتبقى معاكي زي الفل، وبتطلع جميلة جدا جدا. طعمها شهي. أنا من الناس اللي بحب أكلها وهي سخنة، بحب أكلها جوسي. عايز الخرطة تطلع بخرطتها، سيبها لما تبرد. طيب عايز أقول لك إن تمن الكبدة القوانص أرخص بكتير من الكبدة. والله في رأي الشخص المتواضع بدون ما زايد على حد، هي أطعم بكتير من اللحمة المفرومة. جربوا المكرونة البشاميل بالكبد والقوانص في حتة تانية خالص.